السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هيكون الجزء الثاني اللي هنكمل فيه ورشة الشنطة الجميلة اللي وريناها ليكم في الجزء الأول، وكنا اشتغلنا جسم الشنطة 12 أمام 5 قاعدة 12 خلف، وخلاص خلصناها وقلنا إن شاء الله هنكمل الباقي في الدرس اللي بعده عشان ما يكونش الدرس طويل معانا، وعشان تلحقوا تطبقوا الورشة وتنزلوا في جروب الفيس لؤلؤ سارونا. هتلاقوا كل اللينكات موجودة في صندوق الوصف وكمان في التعليق المثبت. أتمنى بجد إن انتوا تشاركوا وتتفاعلوا وتدعموا المحتوى باللايك وبالتعليق علشان القناة تكبر بيكم وليكم. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ احنا قلنا ان الشنطة دي هنلبسها بطريقتين. طريقة ان احنا هنعمل مغناطيس هنا بحيث انها تتقفل بمغناطيس لو احنا مش عايزين فيها بطانة، وطريقة تانية ان احنا هنحط فيها البطانة اللي هي المنفصلة اللي احنا بنركبها وتكون منفصلة وبرباط من فوق. والشنطة دي هي شنطة ترند موجودة دلوقتي في أغلب الشنط، بقى ناس كتير تفضلها عن البطانة اللي بتكون ثابتة في الشنطة. ليه؟ لأني لو انت حابب تلبسها ببطانة، حابب تلبسها من غير بطانة، فليك مطلق الحرية، بالإضافة لأن هي بتخليك كأنك مثلا عندك أكتر من موديل أو أكتر من أوبشن في الشنطة. طيب نيجي دلوقتي نشوف إزاي هنركب المغناطيس. المغناطيس أهو تمام، بيكون عبارة عن قطعتين كده، القطعة دي والقطعة دي تركبوها في أي مكان. احنا هنركبها هنا واحدة هنا، وهنركب واحدة هنا. تمام. طبعا في أشكال كتيرة من المغناطيس، ده من ضمن الأشكال اللي هنتعلم ازاي نركبها، وإن شاء الله في الدروس اللي جاية هنتعلم إن احنا نركب أشكال تانية من المغناطيس اللي هو بيكون فيه حلقتين معدن من ورا وما بيكونش فيه الحاجات اللي هي دي. طيب هنركب معاكم دي، والتانية ان شاء الله انا هركبها، بس انا هوريكم دلوقتي الطريقة ازاي بنركب المغناطيس، وانتوا كملوا بقى التانية مع نفسكم وانا برضو هكملها وهنرجع مرة تانية. دلوقتي ازاي هنركب القطعة دي؟ هتلاحظوا ان قطعة المغناطيس فيها كم فتحة؟ 1 2 3 4. الاربع فتحات دول هما اللي هنشتغل بيهم وهندخل الخيط. هنستخدم خيط مقاس 60 أو 50، بيكون أقل من مقاس 70، بالذات لو كان الخرز بتاعك فتحته ضيقة. ممكن تستخدمه مقاس 40 لو الخرز ضيق جدا جدا، فممكن تستخدمه. في طريقة تانية إن أنت تشتغلي بدون ربط في مكان الخرز اللي هتركبي فيه المغناطيس، عشان تيجي تركبيه بيحصلش معاكي أي مشكلة، خصوصا لو الخرز بتاعك كان ضيق. طيب ازاي هنعمل الكلام ده؟ هنيجي كده هنا هنعد الأول. هنا كام عندنا؟ قلنا هنا كام؟ 17 غرزة. ف1 2 3 4 5 6 7 8. هنعد من هنا 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى النص بتاعه رقم 9 اللي هي الغرزة رقم كام؟ 9. 9 هنقوم ننزل كده، يعني هنسيب الأبيض ده وهننزل اللي قبله في اللون الأزرق أهو، هو ده الأربع خرزات دول أهو. بصوا الأربع خرزات في رقم 9 اللي هي الخرز رقم 9. نعد تاني 1 2 3 4 5 6 7 8 9، هي دي بالظبط. يبقى احنا هنشتغل على دي. هنقوم نجيب نعلم كده، نحط المغناطيس عليها عشان ما تتهش مننا، وهجيب مقاس، أنا هجيب مقاس 60 أو مقاس 50 على حسب نوع الخرز أو فتحة الخرز. مش هناخد حتة كبيرة، حتة صغيرة كده، يعني مش هياخد كتير يعني. وهنقطع الخيط بتاعنا أهو. وهقوم أعمل إيه؟ هاجي عند اللي هي هنا 9 أهو، ما يقابلها أهو. هاجي هنا عند الخرزة اللي هي عند الخرزة اللي هي فوق دي، تمام. وهقوم أدخل الخيط بتاعي كده بالشكل ده، هوسطنه كويس قوي، تمام. بعد كده هجيب قطعة المغناطيس، هدخل الخيط من الفتحة دي هي الناحية دي، والناحية التانية هدخلها من هنا، ماشي كده بالظبط. أنا دخلت الخيط ده من هنا والخيط ده من الفتحة دي، وهرجعه بالشكل ده.
بعد كده هقوم اعمل ايه؟ هقوم اجيب الخيط ده كده، شايفين اللي هي الخرزة اللي هي العمودية في نفس الاربع خرزات دول اللي هي العمودية دي، هقوم اجي كده وادخل فيها. تمام، هدخل كده فيها واشد الخيط معايا كويس جدا، واجي برضو من الناحية التانية ادخل برضو في الخرزة العمودية دي اهي. يبقى دي الخرزة دخلنا فيها الافقية الاول اهي، بعدين دخلنا في العمودية هنا، والعمودية دي اللي هي الناحية الشمال. تمام اهي، يبقى دخلناها من العمودية دي والعمودية دي. تمام، ونشد معانا الخيط. نيجي بقى هنا ندخل هنا اهو، بعد ما طلعنا ندخل كده ماشي، وندخل التانية كده اهو في الفتحة دي والفتحة دي. جميل جدا كده، حلو قوي. بعد كده هنعمل ايه؟ هنيجي بقى الخرزة الأفقية الرابعة الأخرانية دي اهي، هاجي اعمل ايه؟ هاجي اعمل ادخل كده فيها واجي اعمل ايه؟ ادخل التانية برضو خلف خلاف التانية اللي هي الناحية الشمال اهي، شايفينها؟ ادخلها برضو فين؟ في الافقية اللي تحت دي اهي، شايفينها اهي، في الافقية اللي تحت اهي اللي احنا دخلنا فيها. احنا دخلنا ده كده وندخل ده كده في نفس الافقية اللي تحت، اجي كده وادخلها كده ماشي، بس كده يبقى انا دخلتهم ايه؟ خلف خلاف. تمام تمام. بعد كده طب انا عايزه اربط، هعمل ايه؟ هلف بقى الخرز كده وده كده كده لحد ما اخليهم يتقابلوا هنا واربطهم واعمل العقده بتاعتي. يبقى هاجي كده اهو، هدخل كده مش عارفين تطلعوها، جيبوا البنس بتاعكم اهو، البنس اهي، جيبوا واطلع بالبنس بتاعنا اهو. الناحية التانية برضو هدخلها. عايزة صبر، الحاجات دي عايزة صبر اهو. تمام اهو، الناحية دي هاجي بقى ادخل سواء دي او دي، هندخل دي مثلا كده في الافقية اللي هي هنا دي اهي اهو ماشي. اتقابلوا الخيطين طبعا، نشد الشغل بتاعنا كويس، اتقابلوا هنا، فنقوم نعمل ايه؟ نعمل العقدة بتاعتنا اهي، 1 2، كفاية عقدتين علشان بس يدخلوا في الخرزة. عايزة تعملي خرزك اكبر وفتحته واسع ممكن تعملي 3 أو 4 عقد. نيجي بقى ندخله في اقرب خرزة لينا، اقرب خرزة يا اما اللي فوق يا اما دي، فانا هجرب ادخل في اللي جنب دي او اللي من الجنب ده. هاجي كده ادخل اهو، حاول ادخل اهو، شديت العقدة ودخلتها في الخرزة دي كده، مفيش اي عقدة معايا. خلاص، تتوهوا بقى الخيط وبعد كده بتقصوا، بتتوهوه بالشكل اللي انتوا عايزينه او في الخرزات اللي انتوا عايزينها اهو كده. وبتوه بقى لحد ما خلاص بيخلص معايا الخيط، او لحد ما احس ان خلاص كده الدنيا بقت ثابته معايا، ما عنديش اي مشكله خلاص. وتوه برضو الناحيه اللي هي التانية دي كده اهي، كده هما اتقابلوا هنا. ممكن تعملوا عقده كمان اهو، ودي عقده تانية اهي، وترجعوا برضو تدخلوها في الخرزة دي او في الخرزة دي اللي فوق او الخرزة اللي تحت، وبكده
يكون احنا ركبنا المغناطيس بطريقة جامدة جدا واحترافية. كده يعتبر خلصنا ده. هركب المغناطيس التاني وهنرجع علشان نعرف ازاي بنقفل جناب الشنطة. طبعا جناب الشنطة نقدر نقفلها بأكتر من طريقة، بس احنا كمبتدئين انا هشرح لكم اسهل طريقة، وإن شاء الله في الدروس اللي جاية كل ما هنعمل موديل شنطة هنتطور أكتر ونعلى بالمستوى أكتر ونبدأ نتعرف على طرق أكتر في تقفيل جناب الشنطة. عندي تقريبا حوالي 3 طرق، في منهم طريقة سهلة هعملها للمبتدئين إن أنا بعمل القطعة لوحدها وبعدين بشبكها، وفي طريقة تانية إن أنا بشبك من فوق، وفي طريقة إن أنا بشبك من تحت في الشنطة. طبعا كل ده إن شاء الله هنشرحه، بس احنا دلوقتي بنبدأ كمبتدئين بالحاجات البسيطة والسهلة. فهركب المغناطيس الناحية التانية وارجع لكم عشان اوريكم ازاي بنعمل نقفل جناب الشنطة. دلوقتي انا بعد ما ركبت المغناطيس اهو في ناحية والناحية التانية، دي الناحية اللي احنا ركبناها مع بعض ودي الناحية التانية. دلوقتي هنركب جوانب اللي هي الشنطة اللي هي الجنب ده. طبعا انا ركبت الجنب اللي هو ده اهو زي ما انتم شايفين، ركبت الجنب ده وركبت الحلقة المعدن فيه علشان بس اختصارا للوقت. دلوقتي هشرح لكم ازاي عملت الكلام ده في الناحية دي. طيب هنعمل ازاي؟ هنفرد طبعا الشغل بتاعنا كده. انا هفتح بس احط دي كده علشان تبقى الدنيا مفرودة معانا تشوفوا انا عملت ايه. هتجيبوا الشغل بتاعكم كده تمام، هتروحوا تجيبوا القطعة دي او تعملوا القطعة دي اللي هي قطعة الجنب بتاعي. عبارة عن ايه؟ عادية جدا. هتبدأوها هنا 3 غرز ابيض باللولي الابيض زي ما اتعلمنا زي ما شرحت لكم، اللي هي غرزة هتحطوا 4 خرزات في الاول وتقفلوها في الخرزة دي، وبعد كده هنا خرزتين وخرزة في الخيط التاني. بعدين هنيجي اخر غرزة في السطر لان هما 3 غرز بس، هنحط 3 خرزات مرة واحدة في الاتجاه ده عشان نطلع السطر اللي بعده. بعد كده هنبدأ نشتغل بالازرق، الخرز الازرق رايح جاي رايح جاي زي ما علمتكم بالظبط لحد ما نوصل ل 11 غرزة. 1 2 اهو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ل 11 مع اننا مخليين الامام 12 غرزة والخلف 12 غرزة. 11 غرزة لان الغرزة ال 12 هي اللي هنقفل بيها القاعدة من تحت من هنا. يبقى احنا هنعمل كام؟ هنعمل فقط 11 غرزة تمام، ونعمل العرض كام؟ 3 غرز. ليه؟ مع ان انت قلتي ان القاعدة بتاعتنا كام؟ 5 غرز. طب انت ليه عاملاها 3؟ يعني القاعدة اللي هي من تحت دي 5، فالمفروض ده كمان يبقى 5 علشان يقفل مع القاعدة اللي هي 5. بس احنا عملناها 3 ليه؟ لان احنا هنقفل من الجنب ده وهنقفل من الجنب ده، فهنزود هنا غرزة وهنزود هنا غرزة، يبقى 3 وغرزتين من الجنب ده ومن الجنب ده، من جنب ده غرزة ومن الجنب ده غرزة، يبقى كام؟ غرزتين. يبقى كام؟ 3 و2 كام؟ 5. يبقى احنا كده جبنا ايه؟ القاعدة بتاعتنا اللي هي كام؟ 5. تمام تمام. نيجي بقى نعمل ايه؟ هنجيب بقى نحطهم كده في وش بعض. ارجع كده هحطهم كده مقابل بعض خلاص، وهقوم اجيب خيط السنارة بتاعي. جبت الخيط اهو، وهعمل ايه؟ هاجي هنا، يا هتدخليه من هنا يا هتدخليه من هنا، يعني يا دي يا دي تمام. تقومي تدخليه في الخرزاية الاولانية اللي هي دي كده، وتوسطني الخيط بتاعك بالشكل ده اهو كده. هجيب الخيطين مقابل بعض وهوسطنهم كده، اشد عشان يتوسطنوا معايا ويبقوا قد بعض. بعد كده همسك خيط منهم كده اللي هو ده، هبعده كده عشان ما يلبخنيش، امسكه كده. والخيط اللي هو التاني ده هقوم اعمل ايه؟ هجيب خرزة عشان احنا الصف ده في الاول هيكون لولي، يبقى هجيب خرزة لولي وهدخلها فيه ماشي. واجي بقى عند الخرزة التانية اللي هنا اللي هي في الايه؟ في الجنب بتاع الشنطة،
واعمل ايه؟ ادخل الخيط كده. تمام بالشكل ده. تمام. يبقى انا كده الخيط ده مع الخيط ده هيكون ماشي ما بين كام خرزة؟ 1 2 3. يبقى انا ناقصني كام خرزة؟ ناقصني خرزاية واحدة. هتحطيها سواء في الخيط ده او في الخيط ده، مش هيفرق معايا. نقول مثلا هنحطها في الخيط ده اهو هنا كده، وهعمل الحلقة بتاعتي العادية اللي احنا متعودين عليها. اسحب كده واجيب الحلقة بتاعتي واجيب كده واشد الخيط الناحية التانية واقوم اعمل ايه؟ اقفل كده بالظبط. شفتوا؟ وادخل العقدة بتاعتي جوه ايه؟ الخرز. نيجي بقى للي بعديها عشان نقفل الغرزة اللي بعديها. فالخيط ده مع الخيط ده هندخله كل واحد في الغرزة العمودية اللي تحته. فين الغرزة العمودية؟ هنا اللي هي الزرقاء دي، وهنا الغرزة العمودية اللي هي اللولي اللي هو ده. وهندخل اللي هي التانية في الخرزة العمودية اللي من الناحية التانية اهو. كده احنا دخلنا اللي هو اليمين، الخيط اليمين في الخرزة دي، والخيط الشمال في الخرزة دي. يبقى احنا الخيطين دول ماشيين ما بين كام خرزة؟ الخيطين دول ماشيين ما بين كام خرزة؟ بين 1 2 3، 3 خرزات. يبقى احنا فاضل لنا كام خرزة؟ خرزة واحدة. هنحطها بقى هنا الأزرق لأن خلاص هنا صف اللولي خلص، فهنا هنكمل بقية الجنب بالخرزة الزرقاء. هنجيب خرزة زرقاء هنحطها في أي خيط يمين أو شمال، مش هتفرق معانا. دايما لما تكون خرزة واحدة بندخلها في أي خيط يمين أو شمال، مش هيفرق معانا كتير كده. ونعمل الحلقة بتاعتنا عادي. تمام. وهنمسك من الحلقة ندخل خيط الناحية التانية كده ونربط كده. الشغل وانت بتصور يعني فعلا متعب. هنعمل ايه بقى؟ ندخل طبعا زي ما احنا متعودين العقدة جوه الخرزة كده، ونثبت على الشغل بتاعنا كده بالظبط. تأكد ان هي دخلت. بعد كده اللي بعديها نفس ما عملنا هنا، هندخل الخيط اللي هو اليمين هنا في الخرزة دي، والخيط الشمال هندخله في الخرزة دي، وهنحط خرزة زرقاء. هنعمل كده لحد ما نوصل لآخر خرزة معانا، وبعدين هرجع وهوريكم هنعمل ايه. كده انا يعتبر خلاص خلصت الجنب ده. تمام. طب دلوقتي احنا عايزين نقفل بقى القاعدة بتاعتنا. ازاي هنقفل القاعدة؟ نيجي بقى نعمل ايه؟ شايفين الخيط اللي هو ده اللي هو على ايدنا اليمين؟ هناخده كده نركنه على جنب، مش عايزينه دلوقتي. هناخد الخيط ده اللي هو ناحية القاعدة بتاعتي. تمام. وهنقوم نعمل ايه؟ هناخد الخيط كده وهندخله مش في خرزة واحدة في القاعدة دي. القاعدة بتاعتي 1 2 3 4 5،
هندخله في خرزتين من القاعدة. هندخله في كام؟ في خرزتين من القاعدة. هنعمل الكلام ده ازاي؟ بصوا، هنجيبه كده وهندخل دي خرزة اهي، وفي الخرزة الثانية تمام. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنقوم بقى نجيب بقى، خلاص نشيل ده مش عايزينه، نقوم نجيب بقى ايه، نبدأ ايه نلف كده شنطتنا علشان اهو نبدأ نظبط الدنيا. هنسحب، هنشد الخيطين اللي هو من اليمين ومن الشمال كده، شايفين؟ عايزة بس يكون واضح في الكاميرا اهو. طيب انا عندي كده كام خرزة دلوقتي؟ رب يكون واضح. عندي كده ما بين الخيطين 1 2 3. هنقفل القاعدة بخرزة لولي تمام. يبقى هنحط سواء في الخيط ده او في الخيط ده مش هيفرق معايا، هحط خرزة بقى ايه لولي. هنجيب كده، معلش يا جماعة لو سامعين صوت ابني فأنا مش عارفة أنيمه ومش عارفة أسجل منه، وما عنديش وقت إن أنا أسجل فيه غير الوقت ده، فمعلش يعني لو سمعتوا صوته عادي، يعني اعتبروه كأنها كده إيه دندنة في الخلفية تمام. هي ده حال كل الأمهات اللي بتشتغل أو بتسجل أو بتصور. يبقى عملنا كده أهو، بقوا كام؟ 1 2 3 4 تمام كده اهو بالظبط. خلاص نبدأ بقى نكمل القاعدة. بصوا كده شكلها اهو، نكمل القاعدة يا رب بس يكون ظاهر معاكم الشكل. نكمل القاعدة بتاعتنا باللولي. ندخل الخيط اللي هو هندخل الخيط ده في الخرزة اللي تحته، والخيط التاني ده هندخله في الخرزة الزرقاء. يبقى واحد هندخله في خرزة لولي، وواحد هندخله في خرزة زرقاء. يبقى هندخل الخيط اللي هو الناحية دي هندخله في القاعدة، في الخرز اللي هي ناحية القاعدة، والخيط اللي هنا هندخله في الخرز اللي هو في جنب الشنطة. ندخل واحدة هنا وواحدة هنا ونحط خرزة لولي ونقفل ونكمل لحد ما نوصل للزاوية هنا، وبعدين هقول لكم هتعملوا ايه. تمام. هيبقى الخيطين ما بين كام خرزة؟ وما بين 3 خرزات، 2 لولي وواحدة زرقاء. يبقى هنجيب خرزة لولي عشان نقفل القاعدة بتاعتنا تمام، واجيب واعمل كده الحلقة بتاعتي عادي، التقفيل العادي، واهو كده بالظبط، وادخل العقدة جوه الخرزة. هدخل برضو تاني واحدة في الخيط اللي ناحية القاعدة، هدخل فيه الخيط ده كده، والناحية التانية في الخرزة الزرقاء اللي هي ناحية جنب الشنطة اهو. الازرق بيكون باين شوية عن الابيض، بس انتوا فاهمين الفكرة اهو. خرزة لولي ولولي وايه وزرقاء، وما ادخل ما بينهم خرزة لولي، ونكمل كده لحد ما نوصل لحد الزاوية بتاعة الشنطة جنب الشنطة اهو كده. دخل العقدة جوه الخرزة كده. احنا عملنا كم خرزة في القاعدة؟ عملنا 1 2 3 4. يبقى احنا فاضل لنا كام؟ يبقى 1 2 3 4. يبقى انا فاضل لي كام؟ 5 اللي هي دي تمام. همشي برضو كده هنا واحدة اهي في الخرزة اللولي اهي اللي هي في القاعدة، والزرقاء اللي هي هنا دي اهي
ادخل فيها اهو. انا بمشي ببطء علشان يكون الشرح واضح. تمام، يبقى انا كده هنا كام؟ 1 اهو، 1 2 3. فاضل خرزة لولي، هدخل كده اهو. ادخل العقدة بتاعتي. تمام، خلاص انا كده جيت هنا. انا وصلت لفين؟ وصلت للزاوية الكورنر، الزاوية بتاعة الشنطة. زي ما عملت هنا ودخلت في خرزتين في القاعدة، برضو هنا هدخل في كام؟ في خرزتين لولي. يبقى انا هاجي كده وهدخل الخيط بتاعي كام خرزة؟ في خرزتين اهو، 1 و2. يبقى من الزاويتين بدخل كام خرزة؟ 2، مش خرزة واحدة. بدخل الخيط في كام خرزة؟ في خرزتين. يبقى أنا هنا كده معايا كام؟ 1 2 3. الخيط ماشي في 3 خرزات لولي، في 3 خرزات ايه؟ لولي. ماشي، يبقى أنا هقفل هنا بإيه؟ بلولي عشان أبدأ أطلع بقى فوق اهو. كده هجيب خرزة لولي اهو، عشان تشوفوها. خرزة لولي هقفل بيها. عفوا، انا هدخل خرزة زرقاء مش لولي، يعني انا هدخل هنا في الكورنر زرقاء عشان اكمل اظبط الدنيا هنا معايا. تمام، يبقى خرزة ايه؟ زرقاء عشان اظبط القاعدة بتاعتي. بصوا، تمام، عشان هطلع بقى ايه؟ الصف ده ازرق، الصف الاولاني ده هو اللي لولي، ده ازرق. فهنا هنحط في الكورنر خرزة زرقاء مش لولي. تمام، وهيكون الخيط ماشي ما بين 3. وقلنا عند القاعدة بندخل في كام خرزة؟ في كام خرزة؟ في خرزتين لولي، وبعد كده ندخل خرزة زرقاء عشان نقفل الزاوية بتاعة جنب الشنطة. بعد كده هنطلع عادي جدا زي ما كنا بنطلع. واحدة هنحط خيط في الجنب وخيط في خيط في الجنب ده هنحط خيط هنمشيه خرزة هنا، وخيط هنمشيه في الخرزة اللي هي في الجسم بتاع الشنطة. يبقى خيط هيمشي في الجنب بتاع الشنطة كده، الخيط اللي هو بيكون ناحيته، والخيط التاني في اللي هو جسم الشنطة اللي هي فين؟ اللولي دي. تمام اهو كده هندخل فيها الخيط بتاعنا. هيبقى الخيطين ماشيين ما بين 1 2 3. هندخل خرزة بقى هنا، هنشتغل خرزة زرقاء. هندخل خرزة ايه؟ زرقاء في اي بقى جنب من الخيط، مش هيفرق معانا كتير، يمين شمال مش هيفرق معانا كتير. كده اهو كده وهنشد كده. تمام، هنكمل بقى للنهاية لحد النهاية هنا كده بنفس الطريقة. هناخد من هنا من جنب الشنطة هندخل خيط اللي هو هنا في جنب الشنطة دي الخرزة الزرقاء، والخيط اللي هنا في اللي هو جسم الشنطة من هنا في الخرزة اللولي، وبعدين ندخل خرزة زرقاء ونمشي كده لحد النهاية. بس هخلصها وهنرجع ليكم عشان أعرفكم إزاي تعملوا أو تركبوا الحلقة المعدن اللي بيتركب فيها اللي هو الإيد الكروس. تمام، يلا استنوني. دلوقتي بعد ما خلصت جنب الشنطة زي ما انتوا شايفين اهو، بصوا شكله حلو جدا جدا جدا. خلاص خلصنا جنب الشنطة اللي هو ده وده. هنا مركبين حلقة معدن. طب احنا عايزين نركب حلقة معدن هنا، هنعمل ايه؟ هنا عندنا كام غرزة؟ 1 2 3 4 5. تمام، فهنقوم نجيب اللي هو الخيط السنارة بتاعنا، هندخله هنا 5، هندخله في 3 اللي في النص، يبقى 1 2 3 في 3 اللي ايه في النص.
طبعا جنب الشنطة لما يكون 5 غير لما يكون 4 غير لما يكون 3، فتركيب الحلقة بيختلف على كل قاعدة. هشرح دلوقتي بالنسبة للي 5، وإن شاء الله في الدروس اللي جاية كل ما ناخد موديل شنطة هنشرح حاجة تركة جديدة. المرة دي شرحنا تركيب جنب الشنطة بطريقة بسيطة سهلة للمبتدئين إن احنا نشتغلها بره وبعدين نركبها، وإن شاء الله في الموديلات اللي جاية كل مرة هنشرح طريقة جديدة. هنعمل بس كده تمام، ظبطوا كده عشان تقربوا الخرز من بعضه. جميل كده. طيب وبعد كده هنوسطن، طبعا الخيط ما تقطعش خيط طويل قوي يعني متوسط، هنوسطن الخيط كده. هنا الخيطين ماشيين ما بين كام خرزة؟ 1 2 3. فهنقوم نجيب هنقوم نجيب ناقص خرزة اللي هي خرزة اللولي. هنا الصف ده صف لولي، فهندخل خرزة لولي وهعمل هدخل كده عادي، هربط عادي جدا. بس اهم نقطة تشدوا جامد جدا كده، تثبتوا قوي 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 على الشغل. بصوا ودخلوا العقدة كده تمام كده. اتكونت معايا 1 2 3 4 تمام. في ساعات بيشتغلوا ايد الشنطة من هنا، بس احنا موديل الشنطة ده مش هنطلع الايد بتاعت الشنطة من هنا، هنطلعها من هنا، الجزء الامامي من الشنطة من هنا ومن هنا. هنشرحه ان شاء الله في الدرس اللي جاي. طيب دلوقتي احنا قفلنا جامد قوي والدنيا ماشيه معانا تمام. هنقوم نمشي الخيط فين؟ في شايفين الخرزه العموديه دي اهي، دي ودي في الجنب ده وفي الجنب ده. هنمشي الخيط كده عشان ننزله لتحت اهو. عشان كده قلت لكم اعملوا مقاس عرض الشنطه 24، هيبقى مريح معايا انه يدخل الموبايل، عشان حته التضييق دي اللي احنا بنعملها من فوق. خلاص تمام. برضو هنا يبقى داخل ما بين كام؟ 1 2 3. يبقى انا ناقصني خرزه، هنعملها لولي، لان الصفين او الصف ده اللي هو الصف الاول والتاني بيكون لولي. فهجيب خرزه لولي كده وهقوم ادخلها كده وكده، واجيب الناحيه التانيه كده تمام كده. خلاص. وهننزل بقى كده الخرزة دي اللي هي اللي تحتيها الزرقاء دي اهي كده، وهننزل برضو من الناحية التانية كده تمام. خلاص. ونبدأ بقى هنا هندخل الحلقة. طبعا عندي هنا خيط معلش قصير وطويل، ما وسطنتش كويس الخيط، مش مشكلة. هتعملوا هدخل الحلقة المعدن في الخيط الطويل عشان اربط. هدخل الاول، طبعا هنا بدأنا ندخل في الجزء اللي هو الخرز الازرق، هدخل خرزة زرقاء كده خلاص، واعمل الحلقة بتاعتي. هشتغل من الناحية دي علشان طبعا هنا ما يفرقش معايا لما بتبقى خرزة، ما بيفرقش معايا اشتغل يمين او شمال كده. واجيب الحلقة المعدن ادخلها كده ما بين الحلقة تمام. واجيب بقى الخيط اللي هو الناحية التانية كده وابدأ اشد تمام. سهلة جدا يعني ما فيهاش اي حاجة خالص. هندخل بقى العقدة جوه الخرزة تمام بالشكل ده. بصوا ندخل برضو هنا في العمودي اللي هو من هنا الخرزة دي والخرزة دي، ندخل الخيط برضو ونمشي كده اهو. دخلناها ما بين اللي هي العمودية من الناحية دي والعمودية من الناحية دي. وكمان نجيب برضو خرزة زرقاء الناحية دي ونعمل الحلقة بتاعتي. وهقوم الحلقة دي ادخلها فين؟ هنا في الحلقة المعدن، امررها وادخلها للناحية التانية. خلاص. بعد كده اجيب الخيط اللي هو في الناحية التانية كده وادخله من الحلقة
واربط عادي جدا. اهم حاجة بس شدوا الشغل كويس جدا عشان تقفلوا شغلكم يبقى مظبوط وما يبقاش فيه خيوط طالعة معانا. بالظبط كده تمام. ممكن تقفوا لحد هنا، وممكن ننزل كمان هنا ونعمل خرزاية تحت الحلقة. فأنا عشان أثبتها أكتر فهنزل كمان سطر وأعمل خرزة هنا في النص. هعمل إزاي؟ هدخل كده أهو خيط بس بيدخل، فنجيب البنس بتاعنا ونشد كده تمام. الناحية برضو التانية أهو هندخل هنا في الخرزة اللي هي العمودية اهي تمام. واجيب برضو خرزة زرقاء اللي هو الناحية اللي هي الخيط الطويل، واعمل الحلقة بتاعتي تمام، واشد الخيط من الناحية التانية كده تمام. ممكن نشد بالبنس علشان نملك الشغل، عشان الخيط بدأ يقصر معايا تمام كده. سيبكم من الناحية دي كده بس كده. ممكن هنا تعملوا بقى ربطتين او نكفاية او ربطة واحدة، يعني تدخلوا في الحلقة الخيط مرتين تمام بس كده. وهنتوه الخيط بتاعنا وخلصت الدنيا بتاعتنا. انا هتوهه بقى بعد كده. خلاص كده انتوا فهمتوا الفكرة. هنتوه بس الخيط كده افقي عمودي افقي عمودي، وهنا افقي عمودي افقي عمودي، وبعدين نقص الخيط بتاعنا. وبكده نكون خلصنا الشنطة بتاعتنا. ركبنا جوانب الشنطة من الناحيتين، وركبنا كمان الحلقات المعدن، وكده تكون خلصت الشنطة بتاعتنا. وركبنا المغناطيس، يعني مش خلصت الشنطة. بصوا واسعة قد ايه من جوه. مش خلصت الشنطة خالص، يعني خلص درس النهاردة. يعني الجزء اللي احنا عايزين نعمله تقفيل الجوانب وتركيب المغناطيس وكمان تركيب الحلقات المعدن. استنوني كده، خلاص كفاية علينا الدرس الجزء الثاني لحد هنا. نقف لحد هنا، واستنوني في الدرس اللي هو الجزء رقم 3 من ورشة شنطة الميكس لولي وأزرق. هنعمل بقى الإيد بقى بتاعة الشنطة. هنركب الإيد، وهنعمل كمان الإيد الكروس كمان هنعملها ونتعرف ازاي هنعملها. والدرس الأخير هنبدأ نعمل البطانة اللي هي المنفصلة اللي هنحطها في قلب الشنطة، وهنتعرف ازاي هنعملها وازاي نعمل الرباط وكل حاجة ان شاء الله جاية في الطريق. انا بقسم الدرس على اجزاء عشان يكون خفيف عليكم وتقدروا تطبقوا وتنزلوا في جروب الفيس لؤلؤ سارونا. ممكن كمان تنزلوا في منتدى اليوتيوب، مفتوح ان انتم ممكن تنزلوا شغلكم وتنزلوا في المنتدى، وممكن تنزلوا في جروب الفيس. هتلاقوا كل اللينكات موجودة في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت تحت الدرس. أتمنى لكم التوفيق، وأتمنى أن يكون شرحي سهل وبسيط وتكونوا فهمتوا معايا. أسيبكم في أمان الله.